تسمعوا كلامي يا ولاد. طبعا يعني ليه واحد، انا راجل مخي كبير ومتعلم وعالم كبير. من أول من اخترع الكهرباء؟ اقول لك مين اللي اول واحد اخترع الكهرباء. كان اسمه الباشمهندس محمد السيد. ايه ده؟ حاجه يا جماعه، اي حاجه. طب على الطلاق انا باكل فينو، ايه رايكم؟ امال انتوا فاكرين ايه عمكم علي سهل كده؟ يقول لك الشهر العقاري كم يوم؟ ما هو شهر يا ابني، هو شهر يا حبيبي. كم يوم هو شهر؟ ما تقول له هو شهر يعني. محتاجين ايش اسمه شهر يعني، محتاجين ايه تاني يعني؟ عشان بتتعبوا الراجل معاك والله. اسكت 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 اسكت. هلا والله الشباب، رجعت لكم فيديو جديد ورجعت لكم تاني فيديوهات من الحاجات اللي انتوا بتحبوها، والنهارده احنا مركزين على حاجه معينه وهي ابو كروان مشاكل. تسمعوا كلامي يا ولاد. العالم الفيزيائي الكبير اللي يفهم في كل حاجه. ايه ده؟ فمن غير مقدمه كتير يلا نخش على الفيديو. اتفضل بيلو. عندنا ضيوف مهمين نروح اسلم عليهم وعامل نفس الكاريزما. انا طبعا احنا كلنا بنقف في المواقف دي، فمحدش يتنمر، عشان هيتنمر النهارده هيحصل لك بكره. محدش يتنمر. ممكن اعلمك حاجه؟ طيب عشان في حاجه انا بحس ان هي بتكسر التوتر بسرعه بيني وبين البني ادمين الجداد. يا ريت. اقل ديت مع الجامعه بتوع ايجيبت. هعملها الاول وبعدين هعلمها لك، ماشي؟ أوكي. موافقه؟ ماشي. تعرف تعملي ايدك كده؟ كده؟ بعدين أوكي. ايه يا اسطى انت بتعمله ده يا اسطى؟ بقول لك اقل ديت مع الجامعه بتوع ايجيبت لسه تعمل عيب يعني. مش كده. اسكت يا اخي. بتضحك صح؟ كارثه كارثه كارثه. تخيل قاعدين في ميتنج وروح فاهم قصدي؟ الواد عنده ثقه في نفسه هناك يا جماعه، اقسم بالله. يعني انت قاعد في ميتنج وناس مهمين وبتاع تروح تعمل عيب يعني. طب بالله عليكي، تحفه ولا مش تحفه؟ سيبك من اي حاجه، سيبك من الديت، ضحك ولا مش ضحك؟ مقرفة. لا دي مش حقيقيه. أكيد مش حقيقية. لا مش حقيقيه. البنت تقول اكيد مش حقيقيه، البنت مستغربه. ما هي اكيد يا بنتي مش حقيقيه يعني، مش هعملها يعني حقيقيه في الديت يعني، فهمي. حقيقة كنت قمت ومشيت وسبتك ده أصلا. ساوند افكت. طب جربيها. مستحيل. والله العظيم أقسم بالله لو عملت إيه مستحيل. لا بايدك. ايه مستحيل ليه؟ ما هو أنت مرتاح؟ فشل. الواد ده عنده قبول غير طبيعي اقسم بالله يا جماعه. يعني المفروض ان انت تقبلي الديت بواحد زي ده مضحك يعني. مش فاهم انت مأزمه الدنيا ليه. فشل. اسكت اسكت. طب عينك في عينيا. ايه حركة الدماغ دي؟ ايه حركة الدماغ دي والله بجد؟ تعرفوا يا جماعة ان انا في الخطط المستقبلية ان انا اركب تقويم بإذن الله. انا شباب عايز اركب تقويم. تاني يعني. تاني ليه؟ طيب ما احنا ماشيين هي مرة واحدة بس، عم نعمل كده دماغنا توجعنا والله. هو في ايه؟ ليه؟ لما تثبتي دماغك يعني. هتعينك في عينيا، انت مالك بدماغك بقى مالك؟ ليه يعني فيكي ايه يا عينيا؟ يا ولاد امك. كل البنات متصورة على الساوند ده رقبتهم ودماغهم عاملة كده، عاملين زي الكلب اللي بيتحط على التابلون العربية بتاع الميكروباص. هدير الفؤاد بالطريقة دي. والله يا جماعة والله عاملين يعملوا، وفي الآخر ولا يعملوا كده. ايه يعني؟ دي رقبتي وجعتني والله. يا ولاد امك. تسمعوا كلامي يا ولاد. طبعا يعني ليه واحد، انا راجل مخي كبير ومتعلم وعالم كبير مخ كبير. انت هتقول لي يا حاج انت ايوه مخك كبير حجما، لكن علما ده انت ما فيش خالص. وعالم كبير ده انت ما جيتش ما تذكرتش عامه.
يعني انا اروح مثلا اقول انا متعلم من الاستاذ الكبير العالم ابو كرام مشاكل. يعني بص اصلا الاسم فاهم انت يا حاج، كيف ما انت بتقول ايه قدامي؟ انت ما بتفهمش اصلا. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ كل حاجه باي حاجه. من أول من اخترع الكهرباء؟ اقول لك مين اللي اول واحد اخترع الكهرباء. ايوه فسي واحنا نشم فساد كلنا. انت بتخليني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده في طيبي. كان اسمه الباشمهندس محمد السيد. ايه ده؟ يا حاج باشمهندس ايه يعني ايه؟ لا ده انت تيجي تركب بقى وتمسكه. ايه؟ كنتش هصدقه لولا انه حلف بس. اي حاجه يا جماعه اي حاجه. طب على الطلاق انا باكل فينو، ايه رايكم؟ وكنت يا جدعان والله الحاجات دي اللي هو بيفشوا عليها، الحاجات دي اللي هي دي بنضحك عليها. تاكل فينو يا فاجر، ده ما بيدخلش بيتنا. فينو بجلة قدره ايه؟ ايه يا عم ده بتاع الاغنياء بس. طب على الطلاق انا باكل فينو. كنت باكل قيمه شويه وصمات وحياة النعمه. لا حلف يا جماعه خلاص صدقوا. حلمه انه ياكل فينو وبقسماط. طب على الطلاق انا باكل فينو. امال انتوا فاكرين ايه عمكم علي سهل كده؟ لا عمكم علي مش سهل، عمكم علي ابو كرام مشاكل مش سهل. ما لما علي لو شفت بقى السوشي والحاجات اللي بتطلع في مصر دي انت هتتصدم صدمة عمرك انا عارف. طب على الطلاق انا باكل فينو. وفي لانشون وجبنه، ممكن اكل كمان لانشون وجبنه كمان مع الفينو. انت ازاي كده يا اسطى؟ ازاي عايش يعني؟ ده انت غني قوي. طب على الطلاق انا باكل فينو لا يا جماعه حلف خلاص، محدش يكلمه حلف. هو انا بابايا يعمل مولد؟ منين علشان مش حلوين؟ بص يعني اي حد تبع ايجيبت هتلاقيه كل شويه عمال يتصور في اي حته، شكل في المطبخ في الحمام في اي حته في الصالون، ممكن يتصور في اوضه النوم عادي ما فيهاش حاجه عادي. انتوا كده فانزاتي عادي. خلوا في حاجه، في فرق بين الحياه الشخصيه والحياه بتاعت السوشيال ميديا والحاجات دي. اللي مش عارف انا مين؟ انا اسمي زياد زازا. اسمي زازا. انا اسمي زياد زازا. الحاج مش عامل مولد، الحاج عامل فورمه ومولد. الحاج لسه في ال 25 يعني ما كبرش. ايه يا اسطى مش فاهم في ايه. تشربوا ايه؟ كلمه فلاحه هتطلع مني في وسط قعده نضيفه. انا هشرب قهوه زياده بعد اذن حضرتك. عصير برتقال. تبقى انا بص ناس نضيفه كده مره واحده تطلع لسانك يتكلم ما تعرفش ليه. هو لسانك يتكلم يعني انت مش عارف هو بيتكلم ليه اصلا. يطلع لك بإفيه كله يضحك عليك وتبقى طالع مسرح والدنيا معاك تبوظ. فنهدى كده ونحاول نفهم الكلام ده لما نطلعه. لا ده انت تيجي تركب بقى وتمسكه. ايه؟ الشهر العقاري كام يوم؟ ايوه يا عم علي افتي بقى، افتي يا عم علي. يقول لك الشهر العقاري كم يوم؟ ما ترد يا عم علي، رد قول له 30 يوم و31 في السنه الكبيسه يعني. وانت طبعا ما تعرفش يعني ايه سنه كبيسه. انا اسف يا عم مش هتكلم تاني. اسكت يا اخي اسكت، الله يخرب بيت ابوك اسكت. ما هو شهر يا ابني، هو شهر يا حبيبي. كم يوم هو شهر؟ اما تقول له هو شهر يعني. محتاجين تاني اسمه شهر يعني، محتاجين تاني يعني عشان بتتعبوا الراجل معاك والله. حبيبي يا خالد. حبيبي يا عم علي تسلم. هو شهر. يلا يا ولاد يا جماعه عايزين اسئله صعبه يا جماعه. انت اصعب من كده انت مش هتعيش والله بجد. احنا مش هنعيش. انت الثقه اللي فيك والله العظيم انت عندك ثقه من اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. لحظه ادراك ان كروان مشاكل اعقل واحد في العيله دي. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ واقول نضال ليم امين، ترد تقول ايه؟ نضال ليم امين. لا انت كده بقى مش هزار، ده مش هزار. انت كده بتفتي في الدين ما بقاش هزار. فهو كده عند حدك ومالكش دعوه بحد يعني. الدين مش هزار يا حاج، عشان بس ايه حكم السن وهو اللي بس اللي يفرق معانا. متحاولش كده تهزر في الدين وكده بتاع، عيب يعني. مش اي حاجه تجيب ريتش وخلاص. يعني ايه؟ تسمعوا كلامي، 1 زائد 1 يبقوا 2. اسمعوا كلامي، 1 زائد 1 يبقوا 2. احنا بنتكلم في حاجات علميه.
لسه قايل لكم انا مخ كبير وعالم وبتاع، يعني 1 زائد 1 يساوي 2. يا ولاد المك. وفهمت كوبايه معلقه شفشق. معلم واحد عنده سنتين ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ احنا فاهمين على فكره، دي كوبايه دي شفشق وبتاع، فاهمين. انت مش اول مره تيجي الارض يعني، انت مش فاهم فيك ايه يا عم علي والله. يا ولاد المك. كل حاجه يا جماعه. واحد، انا راجل مخ كبير ومتعلم وعالم كبير وبفهم كل حاجه في اي حاجه. اهو مخه كبير هو من ناحيه مخه كبير، هو مخه كبير، هو مخه كبير، دماغه كبير أوي. زي قريتك عم منوره الشاشه، فاهم؟ وحكايه ان هو متعلم دي، هو ما عداش على المدارس الحكوميه عامه، او ما عداش على مدارس، فمحدش يعني فاهمين. بأي حاجة وأي سؤال علمي مش علمي. اي سؤال علمي. هو لندر في النص. اي سؤال علمي ومش علمي. يا خرا شنو هذا؟ مش علمي، مش أي حاجة في أي حاجة أقول لكم عليها. وانت تجاوبنا اي حاجه في اي حاجه، واحنا معاك في اي حاجه في اي حاجه. احنا في اي حاجه خالص، احنا رحنا في اي حاجه والله. رحت اتقدم لواحده والدها عالم اثار، فبيسالني لو عندي معلومات عن كليوباترا. انا بكل ثقه. معلومات عن كيلوباترا؟ طبعا عارف يا ابني. كيلوباترا دي انا كنت بشربها، بس انا بطلتها، بقيت اشرب ام. يعني انت يا عم علي مفكر ان هو بيكلمك عن كليوباترا بتاعت لا يا عم علي، بنتكلم على كيلوباترا، لكن تتكلم انت على كيلوباترا التانية لا. يفهم عم علي السؤال. مظبوط، متحف مصر الكبير انت المفروض تبقى فاهم يعني ايه كيلوباترا، او يعني ايه، فاهمين يا عم علي؟ ما تضيعناش بالله عليك، والله هتضيع حضارة 7000 سنة، ما تضيعناش. ايه يا جنة، يا فلوس التيك توك اثرت معاك؟ مش الواد ده بتاع تيك توك؟ اثرت معاك والله فلوس التيك توك حقيقي. بس يعني عادي يا جماعه، يعني انا شايف ان الشغل مش عيب ولا حرام يعني، عادي يعني. هتلاقي اصلا المحل ده تبعه وجايبه فلوس التيك توك، والله انا حاسس بكده اقسم بالله. طب يا جن، مش عايز حد يشتغل معاك؟ انا عالم من اعلام لف الكريب. الحاجه ان في حد بيصورك. يصورني يا عم، هو الشغل عيب؟ وقت ردا على الفيديوهات اللي بتصور لي وانا شغال، اول حاجه الشغل مش عيب، ودي حاجه تشرفني. حصل يا اسطى اقسم بالله، عادي يا جماعه، الشغل مش عيب، ودي حاجه تشرف الراجل يعني، مفيهاش حاجه. ده هو خلاص عارف اسم التيك توك وخلاص طلع مطعم عشان يسأل الناس اللي شغال بالحلال. بس في حكايه ان الشغل عيب ولا مش عيب، هو الشغل عامه مش عيب ولا حرام، بس هو بس عشان مشهور وبتاع والناس عارفينه فصوروه. فيا جماعه الشغل مش عيب ولا حرام، محدش يستعيب من شغله وانت شغال، ارجى من اي حد قاعد في البيت. احنا بنتكلم في الدغري. لا ده انت تيجي تركب بقى وتمسكه. ايه؟ تاني حاجه انا شريك في المكان، ومش معنى ان انا شريك في المكان ان انا اقعد في البيت وارتاح، لا. انا ايوه يا جماعه والله انا قلت لكم، هو اكيد جايب المحل ده بتاعه وشغال فيه عشان يبين للناس اللي شغال في الحاله وبتاع. شغل يتشاف من صغري، فاي حد هيصورني يابا خد راحتك وصور براحتك، دي حاجه تشرفني. وانا حتى لو شفتك انا مش هقول لك انت بتعمل ايه. حاسس لسه حاجه تشرفك والله، اما ربنا يرزقك بالحلال، لانك انت كده اصلا الناس اللي هتشوف الفيديو انا كده هكبر في نظرهم، انت كده مش بتقلل مني. ممكن الو، كنت عايزه اسالك سؤال بس. واحنا جايين انا وخديجه احنا حطينا بنزين 80 في العدد. هو الواد ده بيعمل بقه كده بص على خديجه عمل كده مره واحده. حطينا بنزين 80 في العدد، حطينا بنزين 80 في العدد. هاي يا دي تنقذ، ده اكيد محشي كريمه. ايه يا اسطى فيك ايه يا اسطى؟ احترم الكاميرا، حتى احترم انت قدام كذا واحد. غبيه وهي عماله بتعمل اصوات غريبه، فهو ده عادي ولا ايه؟ يا ما هو مفيش حمار في الدنيا بيحط بنزين 80 في عربيه وتشيل تستهبله. مش عارفه 95 تحط فيها 92 ده يرمي البنزين ده على الارض. هتيجي معايا عربيه وتشيل دي ده حط فيها بنزين 80، فطبعا العربيه بتكركر. اعمل ايه طيب؟ استني يا بابا اصبري. هتخش بنزين، لو عرف يشفط البنزين اللي في العربيه ويرميه على الارض ماشي، مكانه بنزين 95 ما عرفش، يعني هي دي بقى محتاجه ان هو يفك الترومبه بتاعته. ماشي، بس احنا مش فاهم يعني ايه يعني نفسي افهم مشاكلكم والله، يعني ايه المشاكل بتاعت الناس بتوع ايجيبت دول؟
والله نفسي يفرقوا مشاكلكم، يعني انتوا اغنياء فشخ، اغنياء لدرجه ان انتوا بتهزروا في عربيه اودي. انا بنحط بنزين طيب في عربيه اودي، البطاريه يجي عمره بس، يعني ما فيهاش حاجه، يعني بيهزروا في حاجات ما ينفعش تهزر فيها خالص. انت بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده في طيبي. بنزينه دلوقتي ارجع للبنزينه يعني؟ ما حدش يحط بنزين، ما علينا يا مريم، يعني ادخلي اي بنزينه، مش كده كده بتعرف ترجعي لان الطرق كلها. والواد عمال يعني ايه يا اسطى، في ايه يا اسطى؟ مش كده كده بتعرف، مش كده كده بتعرف. وان واي، خش البنزينه وكلميني تاني يا مريم. طيب ماشي خلاص. طب بابا طيب قوي. قال لي هو في حمار بيحط بنزين كمان؟ لا ده طيب. يا لهوي الله يا حمار. انت بتسمعيش شتايم اللي بنشتمها ولا بتسمعيش شتايم اللي بنشتمها؟ الله يا حمار. بلاش يا جماعه، الناس بتوع ايجيبت دول يكملوا على تيك توك عشان احنا بنتعب والله منه. يا خرا شنو هذا؟ قدامك قد ايه وتيجي؟ انا لما اخد الموتوسيكل من ورا ابويا. انا هو والله العظيم اهو على الطريق. انت قدامك قد ايه وتيجي من عين الطريق؟ ده بقى مش حط بنزين 80، ده خد الموتوسيكل من ورا ابوه وانت الدين عادي يعني. والله اقل دي بقى، يعني دي اقل مشاكل بقى في الحياه المصريه العاديه، دي اقل مشاكل. لا يا عم والله انا قدام ماشيين امك قد ايه على الطريق. هيطلع الوليه يعني دي اقل مشاكل عادي. نرجع نكرف بقى عشان كلها تخيل. الناس كلها بشخصياتهم الحقيقيه، هم بيفتكروا ان هم بيعملوا اللي هم عاوزينه، بس في الحقيقه هم بيعملوا اللي انا عاوزه. الموضوع بسيط، متوقف على حاجه واحده بس، ايمانك. يا جماعه اقسم بالله الناس دي بحبها قوي والله العظيم. انت عندك ثقه في نفسك، خلاص انت قفلت اللعبه يا معلم، انت كملت كده، تكمل بقى حياتك ومالكش دعوه باي حد، قفلت اللعبه يابا. وبس كده يا جماعه، دي الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، ويا رب الطفره بتاعت ابو كرام مشاكل ما تكملش معانا عشان احنا خلاص هنتعب. وبس يا جماعه، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.